لما بسأل الناس في العيادة على الأدوية اللي بياخدوها تقريبا نص الناس بتاخد أدوية اكتئاب، ويعني يكاد يكون مفروض يتوزع على بطايق التموين. أكيد الاكتئاب on the rise، بس مش كل الناس اللي بتاخد دواء اكتئاب عندهم اكتئاب، في نسبة مش قليلة عندهم حاجة تانية اسمها MTHFR gene mutation. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في جين مهم قوي قوي 30% من الناس عندهم طفرة فيه بتخليه ما يشتغلش كويس. الجين ده مسؤول عن الإنزيم اللي يقدر يحول الفوليك أسيد والبي 12 للشكل النشط بتاعه، ولما الإنزيم ده يكون عطلان يعلى حاجة اسمها الهوموسيستاين. الهوموسيستاين لما بيكون عالي بيخلي الإنسان عرضة أكتر لمشاكل القلب، والأكتر من كده إنه مزاجه يبقى وحش، دايما متضايق ودايما مخنوق، مش عايز يتعامل مع حد، ما بيتعاملش مع الناس غير بس في إطار الشغل، يحب يقضي الويك اند نايم قافل على نفسه، مش عايز يخرج، اللي هو تقريبا كلنا. الناس دي بتاخد أدوية الاكتئاب صحيح، ولكن ما بيتحسنوش. يجي يقول لي هو انا ما بقيتش عصبي زي الاول، بس ما رجعتش، انا ما بزعلش قوي لكن كمان ما بفرحش قوي، بقيت فلات. اكتر كلمه بسمعها emotionally flat، ما عنديش مشاعر. لانه انت مش مريض اكتئاب، انت عندك مشكله في الباث واي، وده اللي الطب الدقيق بيشتغل عليه. مش لازم نعمل الميوتيشن، الجايد لاينز لسه لغايه دلوقتي بتقول ان هو مش ضروري، لكن ببص دايما على الهوموسيستاين. عشان كده الهوموسيستاين بالنسبه لي بقى اصبح واحد من الروتين اللي بطلبه زي صوره الدم بالظبط. ولما بلاقي الهوموسيستاين عالي ببقى حريصه ان انا ادي الفوليك اسيد في الشكل النشط بتاعه، وبي 12 في الشكل النشط بتاعه. الهوموسيستاين بيقل والناس مزاجها بيتحسن. مش بس كده، في عندنا باثوي تاني مهم بتاع السام او الاس انزايل ميثيونين، وده ساعات بنديه في شكل مكمل. وفي حاجة تانية كمان مهمة جدا هي البيتين. علشان كده بيستغربوا قوي العيانين لما يلاقوني بحط لهم كوبايه عصير البنجر كل يوم في الفطار. شيء مهم جدا لان البيتين من احسن الحاجات اللي بتحسن الباثواي. السام كمان لانه مش متاح قوي كمكمل هنا في مصر، بناخده من المصادر الحيوانيه، عشان كده دايما الفطار عندي بيكون بيض. ما احلى انك تاخد فوليك اسيد نشط، بي 12 نشط، تفطر بيض وجنبيه كوبايه عصير بنجر، وكلمني على مزاجك بعد شهر ان شاء الله هتبطل مضادات الاكتئاب. هنكون فهمنا اكتر جسمنا وهو محتاج ايه. ولو انت محتاج تاخد مضاد اكتئاب بامر طبيب نفسي ومش عندك الاعراض بتاع الفلات دي وتحسنت فعلا، برضو اعمل الكلام ده، هتلاقي التحسن يتضاعف. ويعطيكم العافيه.